يعني انت عايز نغسل معاه وايه المواعين؟ يعني اما اساعدها؟ وايه يعني اما تبقى في ظرف اقوم واخد كده بايدها؟ وايه يعني اما تبقى في مره غلطانه وبتكابر وانا اللي اكون راجل صابر بدل ما ارد كلمه بكلمه واعاندها، اروح واصالحها والحق بيتنا قبل خرابه بشويه ويبقى معايا حنيه وابوس راسها كانها بنت وزياده، حياتنا نقوم وننجدها. وعهد الله ما في اطيب من الستات، وعهد الله ما في اطيب من الستات اذا وجدت راجل صالح وبيمشي الحياة والذات وبيعدي عشان العيشة تبقى خالية من الخناقات وبيقاوم حاجات وحاجات عشان أولاده وبناته، هيبقى سندها في الأزمات. وعلى فكرة كلامي معاك لا هيقلل من الرجولية والعيشة ولا العبودية شيء ينفع مع الستات. دي بنت ناس هتبقى معاها تحطها جوه جفن عينيك وتبقى سندها زي الناس، تفرحها وتسترها وتجبرها إذا حزنت، تسايسها إذا غضبت. ومعلش تعال عليك كده شوية عشان الهرمونات قاسية بتجبرها تكون ناسية حلاوة الحب والبدايات. مجرد بس ما الهرمون كده يظبط هتلقى الطيبة والإحساس تخليها كده في عينك وتحميها كأنها زي قطعة ناس، حبيبة قلب وسكينة، وفي البستان تكون زينة وهي الروح. ومش مسموح بإنها يوم كده تزعل. دي بنت ناس، وحسسها كده بقيمة ولازمة في حياتك، وخليها تحس كمان بانها بطلة جوه كلامك المجمل وجوه كل حكاياتك، وعين وياها في الشدة عشان يكفي انها بطلة وقاعدة تربي في عيالك واخدة لها من بيتك ومن حالك، فتبقى الست جوه العين وفوق الراس. وعلى رأي الجخ ما قال: طب لو عندك حتة ماس هتخليها مداس للناس ولا هتجفي الأوضة عليها ب100 ترباس؟ يمكن حتى تأجر ليها جوزين حراس. وبعدين يا جدعان، هو احنا هنكون احسن من الرسول عليه الصلاه والسلام اللي كان بيساعد زوجاته وكان بيقف معاهم وكان بيساعد في خدمه اهل بيته؟ اكيد لا. صلوا على سيدنا محمد.